هقول لكم مشكلتي وفهموني بالراحة. ليه حق أزعل ولا لأ؟ أنا علاقتي بأهل جوزي فوق الممتازة، وهو واخواته روحهم في بعض، وكمان أنا واخواته ومراتات اخواته بنحب بعض جدا. ليا سيلفي مسافر الكويت ونزل أجازة وجه يقعد معانا أسبوع هو ومراته وولاده، وهو جاي جاب هدايا لبناتي واداهم فلوس، وطبعا الموضوع ده عادي، وأنا كمان حابة قعدتهم معانا جدا، علشان لما بنروح زيارة بيشيلونا من على الأرض شيل وبيحطونا فوق دماغهم، وخصوصا مراته. المهم لقيت سلفتي داخلالي المطبخ بتديني 1000 جنيه وبتقولي خدي دول خليهم معاكي، أنا عارفة إن الأسعار كلها غالية ومصاريف البيت كتير. وطبعا أنا رفضت، ورفضي ده كان علشان إننا لما بنروح هناك بيتعامل معانا أحسن حاجة، وبيتعمل أحسن أكل، وكمان بتديني وأنا ماشية، وعمرها ما أثرت في حاجة. المهم أنا رفضت جامد وزعلت. طب ليه تعمل كده؟ هو أنا قصرت معاها في حاجة؟ أنا الحمد لله حالتنا المادية كويسة. بعد ما شدينا مع بعض شوية سكتت ودخلت، وأنا ما خدتش الفلوس، ونزلت بالليل هي وجوزها، كانت بتكشف على ابنها، وجابت وهي طالعة لحمة وفراخ وكبدة وطبق بيض وجبن كتير وبسطرمة وإزازة زيت كبيرة ورز ومكرونة وحاجات كتير جدا لخزين البيت. طب ما وهم جايين جابت فاكهة وحلويات وادت فلوس لبناتي، ده عادي ما ينفعش أرفضه، لكن التصرف بتاعها ده حسسني إن أنا مقصرة، أو هي شايفة إن إحنا مش قادرين على قعدتهم معانا، مع العلم والله جايين برزقهم الحمد لله. فأنا أخدت منها الحاجة بس زعلانة ومتغيرة معاها شوية، وده غصب عني، مش عارفة اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط، ولا قادرة أهزر معاها ولا قادرة أفضفض معاها زي الأول. يا ترى أنا كده غلطانة، ولا مش من حق أتضايق، ولا من حق أتضايق، ولا إيه؟ قولولي إيه رأيكم من غير تجريح، الله يبارك لكم. بصي يا حبيبتي، انتي ممكن تكوني حساسة زيادة عن اللزوم وواخدة الموضوع على صدرك شوية، بس هي أكيد بتتصرف بسلامة نية، لأن هي شايفة وضع البلد دلوقتي، شايفة قد إيه الدنيا غالية والحال صعب. فهوني على نفسك واعملي الموضوع واقبليه ببساطة. انتي زي ما بتقولي اخوات وبتحبوا بعض، والاخوات لازم يقفوا ويسندوا بعض. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير وسابسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك لأن ده اللي بيرفع الفيديو، واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.